To win so much, you may even get tired of winning, and you'll say, please, please, it's too much winning. Each year, customers buy more and more because he makes a better oiled rum than his competitors. مجال الأسهم مش بس مجرد مجال، ده أصلا يعتبر كحاجة زي منافسة ما بين كل الشركات اللي بتبقى موجودة. I really don't get it. She say what you want her to say. At the end of the day, I'm still getting money. من أهم الحاجات اللي أنت لازم تعرفها عن مجال الأسهم إن هو إزاي بيشتغل. عمرك مثلا فتحت نشرة إخبارية عن الاقتصاد وفجأة لقيت مبنى كامل فيه ناس كتير جدا وكل واحد فيهم عمال بيتكلم في التليفونات وكل شوية نفس المشاهد بالظبط اللي في فيلم The Wolf of the Wall Street. ده بالظبط اللي احنا جايين نتكلم عنه، ازاي مجال الاسهم بيشتغل. هو السمسار بتاع البورصه يعني اللي هو كان في الفيلم اصلا، لا احنا هنجيبها اصلا من المنظور التاني بتاعك انت كمستثمر. النهارده هستعرض معاك ازاي مجال الاسهم ده بيشتغل، وهجيب لك شويه ناس برضو بتتكلم عن مجال الاسهم علشان تقدر انك تفهم الموضوع بشكل كويس جدا. يلا بينا. اي صاحب بيزنس بيكون عايز ان هو يطور من شركته ويحسن الخدمات اللي عنده، بالتالي بيكون محتاج لمصدر دخل علشان يقدر ان هو يحسن من شركته دي او يحسن من الخدمه او المنتج اللي هو بيقدمه. عشان كده دايما بيلجأ ان هو لازم ياخد قرض او مبلغ مالي علشان يقدر ان هو يحسن من ظروف الشركه دي. فبالتالي ان هو بيبدا ان هو يطرح الاسهم للاكتتاب العام بدل ان هو يطرح القروض، بدل ما ياخد قرض يعني. يبدا طبعا يفكر يعمل ايه لحد ما تجيله الفكره. طبعا هو دلوقتي بيبقى عنده حلين. الحل الاولاني ان هو ممكن مثلا ان هو يروح لبنك ياخد قرض بمبلغ معين يسدده في مهله معينه، ولو البنك ده شاف ان انت ما سددتش المبلغ ده في المهله المعينه دي هيضطر ان هو يعمل حاجه، مثلا ممكن يرفع عليك قضيه او ممكن مثلا يقفل لك الشركه للابد. ولكن بتوع الشركات عموما بيستخدموا طريقه تانية علشان يقدروا ان هم بيها يكسبوا او يقدروا ان هم بيها ياخدوا راس مال كويس. الحاجه دي اسمها الاكتتاب العام، بمعنى ان انا اطرح مثلا حاجه في البورصه علشان يجي لي منها فلوس، او هطرح حاجه على العلن علشان تيجي لي منها فلوس والناس تشتريها. حاجه عامله زي شهادات استثماريه كده، كل واحد بيشتري منها علشان ترجع له. بالتالي ايه اللي بيحصل؟ الشركه بتلجأ على طول للبورصه تبع البلد بتاعتها. مثلا تعالى نفترض على احنا مثلا، يعني تعالى ناخدها على البيزنس بتاعنا اللي هو جراندس ايكوس. مبدئيا كده احنا مثلا محتاجين مبلغ زي 7 مليون جنيه مثلا، فنبدا ان احنا نروح للبورصه المصريه اللي هي EGX، نبدا ان احنا مثلا ناخد منها 10000 سهم، كل سهم واحد فيهم بقيمه 700 جنيه. ده خلي بالك ده سعر السهم الواحد، يعني 700 في 10000 معانا 7 مليون جنيه. طبعا احنا مثلا نستخدم مثلا الفلوس دي علشان نقدر مثلا ان احنا نحسن موضوع التسويق، او واحد مثلا عايز ان هو يطور في الخدمه بتاعته، واحد مثلا عايز يطور في المنتج بتاعه، واحد عاوز يزود البنيه التحتيه في الشركه بتاعته، واحد مثلا عاوز يزود موظفين اكتر، عاوز مثلا يزود البونص اللي هو بيديه للموظفين في اخر السنه، وهكذا وكذا. هو بالتالي احنا بنروح للبورصه علشان ناخد مثلا، نقول لهم احنا محتاجين 10000 سهم ينزلوا في البورصه. بالفعل هنبدا ان احنا نحدد السعر ونحدد السهم ونحدد عدد الاسهم ونحدد السعر السهم الواحد، فبالتالي ان احنا هننزل البورصه على طول وهنطرح الاسهم دي. يخلينا نخش للخطوه اللي بعديها، واللي هو البروكر او الوسيط اللي هو بيوصل الاسهم ما بين البورصه للمتداول. البروكر ده حاجه شبه توصيل. مثلا لو انت مثلا يعني مش فاهم موضوع البروكر ده، تقدر انك ترجع للاول حلقه اللي احنا عملناها عن اساسيات التداول، تقدر تشوف ايه موضوع البروكر ده. بالتالي البروكر ده بياخد الشركه دي موجوده عنده في البورصه المعينه، يعني مثلا نفترض شركه زي شركه امازون. شركه امازون دي مثلا هيجيب لك البروكر ان هي من بورصه البورصه الامريكيه. طبعا يقول لك هي فيها كام سهم متبقي دلوقتي، او اخر سعر شراء، وبعض البيانات الموجوده في مجال الاسهم. نبدا بقى احنا كافراد او متداولين بان احنا نقدر ان احنا نشتري الاسهم دي عن طريق البروكر ده. وده اللي وصلنا لرابع حاجه معانا، واللي هو المتداولين والمستثمرين. احنا طبعا بنكون قادرين على شراء الاسهم دي، بس يعتبر في حاجه كمان انا عايز اقولها لك. يعتبر برضو ان احنا بشكل ما او بشكل اخر متملكين في الشركه دي برضو، او
شاريين جزء في الشركه. تخيل نفسك شاري جزء في الشركه دي اصلا من كام سهم اللي انت شاريهم. فانت يعتبر شاري جزء من الشركه، جزء بسيط جدا، ولكن مش هتقدر انك تتحكم في قرارات الشركه او الحاجات الكبيره بتاعت الشركات دي. بس انت بتملك حاجه في الشركه او حصه في الشركه بتكون قليله جدا، مثلا اقل من 1%. لو جمعنا 100 متداول اشتروا مثلا 10000 سهم، يبقى نسبتهم كلهم 1% مثلا او اقل كمان. لان ببساطه السي او صاحب البيزنس نفسه بيبقى معاه اكبر عدد من الاسهم موجود في الشركه دي. فبالتالي المتداولين والمستثمرين اتاح ليهم ان هم يقدروا يشتروا الاسهم دي، لكن ما يقدروش ان هم يغيروا اي قرارات في الشركه مثلا او يغيروا الشركه عامه. يعني ازاي المتداول بيكسب؟ طيب طالما حط الفلوس بتاعته، المتداول بيكسب على حسب اداء الشركه. قلت لكم انا في فيديو قبل كده المتداولين والمستثمرين بيعتمدوا على اداء الشركه. مثلا يعني احنا بنحدد احنا هنشتري ولا هنبيع السهم ده بناء على اداء السهم او اداء الشركه بشكل عام. شركه فيها دروب جامد، انا مثلا ممكن استغل النقطه دي واعمل سيل على طول واكسب من الموضوع بتاع الدروب ده فلوس. كده انا عندي طرفين كسبوا في المعادله دي. الطرف الاولاني واللي هو المستثمر المتداول، وده اللي كسب فلوس من خلال اداء الشركه، والطرف الثاني اللي هو الشركه اللي استقبل الفلوس اصلا من المتداول وكسب منها. طيب احنا كده عرفنا ازاي اصلا الشركه بتعرض اسهمها في البورصه، بس في حاجه مهمه انت لازم تعرفها. في حاجتين عندنا، حاجه الاولانيه اللي هي اسمها الاسهم العاديه، والحاجه الثانيه اللي هي اسمها الاسهم الممتازه. الاسهم بتاعتها مش تعتبر عاليه جدا، يعني مبالغ بسيطه، مثلا زي شركه امازون او مايكروسوفت او شركات تانية من اللي انت تقدر انك تشتري اسهمهم بكل سهوله. بس في نوع تاني من الاسهم شكلك ما تعرفوش، في نوع تاني اسمه الاسهم الممتازه. الاسهم الممتازه ده بيعتبر حاجه عندنا في الاسهم اسمها السوق الثانوي. تبقى الشركات عاليه جدا، قيمتها السوقيه اعلى جدا من الشركات اللي موجوده، بتكون نادره جدا مش بتكون نادرة، بتكون المبلغ بتاع شراء الأسهم بتاعها عالي جدا، بيوصل تقريبا ل 1000 وانت طالع بقى. تمام؟ فهي دي الفكرة كلها. وبالنسبة بقى لموضوع الأسهم وتملك الأسهم للشركات، فيعتبر موضوع تملك الأسهم بالنسبة للشركة نفسها يكون مثلا لو طرحنا 10000 سهم، باخد مثلا من السهم ده 80% من عدد الأسهم دي، واسيب 20% إن هي تقدر الناس يبيعوها ويشتروها. اصل موضوع الاسهم ده مش مجرد موضوع خلاص، لا، ده ممكن ان انا اتيح لك انك تشتري عدد معين من الاسهم قصاد لا. يعني مثلا البورصه بتديني 20000 سهم، انا بختار ان 15000 ما يطرحوش، ومثلا يبقى لك 5000 يطرحوا للمتداولين والمستثمرين. وبالتالي مع الموضوع ده تبدا الشركه انها فعلا تتعاقد مع البورصه ومع البروكر ومع فئه المتداولين والمستثمرين اللي هتعمله. ده طبعا بيتم عن طريق شروط وتقارير وحاجات وقيود، تمام، لازم تاخدها. الموضوع صعب جدا، مفيش شركه بتتحط في البورصه بالساهل. يعني مثلا مش انت مثلا عملت بيزنس في يوم من الايام هتيجي ان انت تحطه في البورصه على طول عشان محتاج فلوس، لا، بتحتاج شروط وقيود وعقود والكلام ده كله. فيعتبر كده مجال الاسهم بيشتغل، انت بتدي فلوس للبروكر، البروكر بيوصلها للبورصه، البورصه بتوصلها للشركه، الشركه بتستفيد وانت بتستفيد. لحد دلوقتي الموضوع من منظورك انت او من المنظور العام الطبيعي يعتبر الموضوع سهل. كده الموضوع سهل جدا، انا اديتهولك بس يا دوب في دقيقتين بس انت فهمت الموضوع، ولكن الموضوع اكبر من كده بكتير. بالظبط اللي يعتبر الجزء الكبير قوي من الحلقه واللي انا محضره الصراحه تقريبا. The stock market's at an all-time high. Jobs are at an all-time high. Everything's at an all-time high. And we're going to keep it that way. We're the greatest country in the world, and we're back. We're back. It will take maybe a year, maybe 2 years, maybe even 3. He figures it will take about $3 million to do the job, though he decides جزء ازاي بتشتغل الاسهم، ولكن المره دي على مستوى عالي شويه. لو انت شفت فيلم ذا وولف اوف ذا وول ستريت، فانت اكيد هتشوف مناظر زي يعني سماسرة كتير جدا قاعدين في مكان معين. ليوناردو دي كابريو كنت بتلاقيه دايما ان هو بيتكلم في تليفون، بيقول لبايع مثلا انا شايف ان الفرصه دي شغاله دلوقتي، هنقدر ان احنا نشتري كذا 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 كذا، تمام، وهتقدر ان انت تعمل كذا كذا، تمام. فهم طبعا الموظفين كانوا بيقولوا له ان انت تقدر انك مثلا فلوس من خلال انك تدي اشاره للمستثمر الثاني لحاجه زي كده. فهو ده اللي كان بيشتغل. على العموم هو اداها لك يعني تقريبا كده، اداك الفكره دي كلها في المشهد البسيط ده.
ما بالك بقى ان في 10,000 مثلا او 100,000 شغالين في نفس الموضوع ده بنفس الطريقه، اتصالات من هنا وهناك، وكل شويه واحد بيدي اشاره لمتداول معين او مستثمر معين علشان يشتري السهم ده. ده خلي بالك مش زمان او ما انتهاش لحد 2013 وخلصنا على كده، لا ده لسه مستمر لحد دلوقتي وبشكل يعتبر الكتروني. لو اصلا دخلت المبنى بتاع وول ستريت بشكل يعني ما يعتبرش مش الالكتروني بس، لا ده بشكل كبير جدا كمان. Your only responsibility is to put meat on the table. So, name of the game, move the money from your client's pocket into your pocket. Right, but if you can make a client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers. Right? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? No, Fugazi, it's fake. Yeah, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. Right, all right. Right? Stay with me. Mm-hmm. We don't create shit. We don't build anything. No. So if you got a client who bought stock at 8 and it now sits at 16 and he's all fucking happy, he wants to cash in, liquidate, take his fucking money and run home, you don't let him do that. Okay. Because that would make it real. Right. Now, what do? You get another brilliant idea. A special idea. Another situation. Another stock to reinvest his earnings and then some. And he will every single time because they're fucking addicted. And then you just keep doing this again and again and again. Meanwhile, he thinks he's getting shit rich, which he is on paper. But you and me, the brokers, we're taking home cold hard cash via commission, motherfucker. That you started investing in 1985. For a couple of years, your money keeps going up and up until Black Monday. They're calling it the Monday Massacre. Wall Street had its biggest one-day drop in history. The results of the decline will hit millions of people. up until this point, your friends probably thought you were some kind of genius, but now they're urging you to sell. But you ignore them, and slowly but surely the market recovers until The Nasdaq index in free fall, down nearly 10%. Driven by technology in general and the internet in particular. Traders and investors shell shock. your friends are on their knees begging you to pull your money out, saying things like it's time to take your profits before you lose everything. But you hold strong and things start going back up until you're hit with... It was one of the most profound events in generations with huge consequences. Little did you know, you're in for the ride of a lifetime until... The global economy will contract by 3% this year. The worst downturn since the Great Depression. Surely this is the end of the stock market. But as things reopened, the market soared 27% from its low, setting new records. What a comeback. Something I didn't mention is the guy that invested his money in 1985 was actually me when I turned 18 years old.